يعني حاجه كده فوق الوصف يعني. اخواننا اللي كانوا، انا خدمتي كانت في القوات الجويه، لكن اخواننا اللي كانوا مشاة وكانوا هناك والله كلهم كانوا بيحكوا لنا ان هم كانوا بيشوفوا الناس لابسه ابيض بتحارب معاهم ومش عارفين لهم مين. الله، ده انت في جيش ولبس لبس محدد وزي معين، لانهم كانوا بيحكوا عن انهم كانوا بيشوفوا ناس لابسه ابيض بتقاتل معاهم. فهنا كانت روح المعنويه الحقيقه مرتفعه جدا، ونحن كنا قريبين جدا من الله سبحانه وتعالى. يا ريت احنا نعود كلنا لربنا علشان برضه ينصرنا. على فكره كل ما فيه ما نحن فيه من ازمات، حتى اسعار، حتى اسكان، حتى شقاوه اطفالنا الصغيرين، كل ده ان احنا بعيدين عن ربنا. لما نكون قريبين من الله كل شيء في حياتك يسهل ويبقى هين وسهل لما تكون قريب من الله. ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكون معاه بيهون لك كل شيء في الحياه. نرجع بعد كده لفلسطين. فلسطين الحقيقه بتبدا من زمان، واحنا من طول عمرنا معاها من 48 ايام جمال عبد الناصر ما كان لسه يمكن رائد في الجيش، وهو كان في فلسطين ووصل لدير ياسين والفلوجه والاماكن دي كلها اللي موجوده على خريطه فلسطين القديمه. بعد كده حرب 56 نفس الكلام، انجلترا وفرنسا ومعاهم اسرائيل. حرب 67 احنا ما حاربناش، هم سموها حرب 67 ولكن احنا سميناها نفس، لان الجيش بتاعنا لم يحارب في 67. انا كنت ايامها لسه في ثانيه ثانوي يعني، لكن اللي عرفته بعد كده ان جيشنا لم يحارب في 67. جيشنا بر بيه ونشده بضبط النفس وما يبداش حرب وكده، ولكن كانت القوه بتاعتنا برضو عاليه ومعنوياتنا مرتفعه. كان الجيش بتاعنا لسه راجع من اليمن بعد ما كان في اليمن من سنه 62، برضو ما دخلش حرب، وفوجئ بضربه مفاجاه في المطارات بتاعتنا وفي طبعا في خط المطارات، في خط المظله الجويه اللي الجيش اصلا بتاع المشاة بيتحرك على اساسها. نعود بعد كده ل 73 اتعد لها اعداد جيد واعداد معنوي اكتر من الاعداد العسكري. احنا ما كناش ناقصين سلاح حقيقه يعني انا دخلت في سنه 15/10/68 وبدات عمليا انا اكون مقاتل في 71. ما كان عندنا معدات والله لسه نقول بالايه، بالبلاستر بتاعها ما اتفتحتش من قبل 67. طب ليه ما اتفتحتش؟ لان احنا فوجئنا، كانت متهيألنا كده ان اسرائيل دي حاجه ما تستاهلش المهرجان ده كله اللي حواليها. جيوش عربيه كلها كانت معاك، عندك من الجزائر وعندك من ليبيا وعندك من العراق وعندك من سوريا كانت فاتحه جبهه شرقيه. كل ده كان ضد اسرائيل، واسرائيل فعلا كانت بتصوصو وتصوت وتقول الحقونا هيرمونا في البحر. اللي حصل منهم يعني انهم الروس استهانوا بالموضوع وخدعونا نشدكم ضبط النفس وبلاش حرب وكده وهتحل المسائل بشكل ودي. بعد كده فوجئنا بضرب المطارات وقلنا